هو اشرف بن شرقي رايح فين؟ اشرف بن شرقي كان جاله عرض من النادي الاهلي من قيمه 3 اسابيع، واشرف بن شرقي كان قاعد مع امين توفيق اللي بيمضي اللعيبه معاه، لكن في فريق سعودي تدخل في الصفقة دي، لأنه مش عاوز أشرف بن شرقي يروح الأهلي، وعاوز ينضم لكوكبة النجوم اللي موجودة في كوكبة النجوم اللي موجودة في الدوري السعودي. أشرف بن شرقي من أنجح اللعيبة الأجانب اللي وصلت مصر، زي علي معلول، وكمان كان معاه أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي. فرجاني ساسي برضك من أنجح اللعيبة اللي جت مصر، إذا كان هو ولا معلول. ومعظم اللعيبة التوانسة اللي بتيجي مصر بيبقوا ناجحين. ليه؟ لأنهم نفس اللغة طالما جيت مصر يبقى لغة عربية، بتتحدث عربي، هتنجح. لكن أشرف بن شرقي في علاقة بينه وبين جمهور الزمالك بتمنعه يروح النادي الأهلي، وده بيخليه قريب جدا إنه يروح الدوري السعودي. ودي كانت صفقة الأهلي داخل فيه بكل قوة لإتمام الصفقة دي. الأهلي نفسه مش هيسيب الصفقة وهيخش فيها بملايين كتير. تفتكر الوينج الشمال في النادي الاهلي محتاج فعلا بن شرقي، ولا يكمل بحسين الشحات، ولا اصلا حسين الشحات مركزه مش هنا؟ تفتكر مين هو النادي السعودي اللي دخل في الصفقة؟ مع السلامة.